لو سألتك يا صديقي ايه هو اكبر عضو من اعضاء الجسم؟ بالظبط زي ما انت قلت، الجلد. الجلد بيغطي اكبر مساحة من سطح الجسم، كمان بيحميك من اي حاجة ممكن تتخيلها وكمان ما تتخيلهاش، لحد كمان ادق البكتيريا اللي انت ما بتشوفهاش بعينك. علشان كده احنا مسمينه خط الدفاع الاول للجسم. طب في المقابل بقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنبهدله وكمان بنأذيه. افتكر معايا يا صديقي لما كنا بنلعب كورة مع بعض ونقع ونتعور، وبرضه بنقف وبنكمل بدون اي اهتمام لجلدنا اللي اذيناه. افتكر معايا يا صاحبي واحنا صغيرين، واكتر ذكرى مؤلمه بنفتكرها كلنا لما احنا واحنا صغيرين بنفضل نجري ونقع على ركبتنا ونتعور، بس برضه بنبقى عايزين نكمل لعب ونقف ونكمل جري. جلدنا ده اتعذب معانا كتير قوي، ويوم ما بندلعه كنا بنحط له لزقه جروح. في ناس بقى فكرت وقالت ليه استخدامنا بقى لاصق الجروح يقتصر بس على اننا نحميها من الوسط الخارجي؟ ليه بقى ما نخليهاش تعالج الجرح وتسرع التئامه كمان؟ ومش بس الجروح الصغيره، لا ده كمان الجروح الكبيره معاها. طب كل ده بقى هنعمله ازاي؟ بالكهرباء. وقبل ما نعرف الموضوع ده بيتم ازاي، خلينا نتفق الاول ان احنا لازم نعرف الالتئام العادي بيتم ازاي. هو اولا بيتم على 4 مراحل، واولهم التجلط. وفي المرحله دي الصفائح الدمويه بتبدا تكون الجلطه علشان توقف النزيف اللي طالع من الجرح. تاني مرحله معانا بقى هي الالتهاب. وكلمه التهاب دي بمجرد ما انت تسمعها بتحس انها حاجه وحشه، بس الواقع عكس كده تماما. الالتهاب ده بيبقى عباره عن ان كرات الدم البيضاء بتخرج من الاوعيه الدمويه وتروح على طول لمكان الجرح، وهناك بتبدا تحارب البكتيريا والميكروبات اللي دخلت وبتبدا تقضي عليها كمان. والنتيجه لده طبعا بيحصل انتفاخ واحمرار، وده بيبقى في مصلحتك طبعا. ثالث مرحله بقى هي تكون وتجدد الخلايا. الخلايا اللي تلفت بسبب الجرح دي بتبدا تتكون من تاني، بس ما بتكونش وصلت لخواصات طبيعيه من القوه والتحمل، وده اللي بيحصل في المرحله الرابعه الا وهي النضج. وفي المرحلة دي الخلايا بتبدأ تستعيد قوتها ونشاطاتها الطبيعية. مراحل الالتئام دي بتحصل في الناس الأصحاء واللي بتبقى عندهم الجروح مش كبيرة، بتبقى جروح صغيرة وقابلة للالتئام. لكن في أشخاص تانيين بيبقى عندهم جروح أعمق وأكبر، أو بيبقوا مصابين بأمراض معينة مثلا زي السكر، واللي بيخلي موضوع الالتئام ده صعب جدا بسبب نقص تغذية الأنسجة بالدم. ووقتها بقى البكتيريا اللي بتبقى موجودة في الجرح بتبقى عنيدة جدا، لدرجة إنها بتغطي نفسها بحاجة اسمها البايوفيلم، ودي بتحميها من أي حاجة بتحاول تدمرها، حتى لو كانت خلايا دم بيضاء أو حتى مضاد حيوي. ومن هنا بدأت محاولة العلماء إن هم يدوروا على حل يتخلصوا بيه من الطبقة دي، والحمد لله قدروا يتوصلوا لطريقة يتخلصوا بيها منها، برضه بالكهرباء. الحقيقة ده ما كانش اكتشاف جديد. في سنة 1992 اتعملت تجربة، وفي التجربة دي اكتشف العلماء إن احنا لو قدرنا نوصل تيار من الكهرباء على سطح من الستانلس ستيل، البكتيريا اللي عليه كلها ماتت. أكيد ده طبعا كان اكتشاف مهم، بس هم لحد اللحظه دي ما كانوش قادرين يتاكدوا من ازاي يوظفوا الموضوع ده، وده اللي خلى استخدام خاصيه زي دي في مجالات مختلفه، وخاصه الطب اللي هو مجالنا يعني، حاجه صعبه جدا وقتها. وتعدي السنين لحد سنه 2015 اكتشف العلماء وقتها الطريقه اللي بتقدر الكهرباء بيها تقضي على البكتيريا، وده طلع بيعتمد على البكتيريا ذات نفسها. البكتيريا علشان تتجمع مع بعضها وتبدا تكون مع بعض طبقه البايوفيلم تبدا تبعت لبعضها اشارات كهربائيه، هي دي طريقه التواصل اللي بتبقى ما بين البكتيريا وبعضها. فلما احنا بقى بنبدا نمرر تيار كهربي شدته محسوبه ما بين البكتيريا وبعضها، ده بيبدا يشتت البكتيريا ويخليها مش عارفه تتواصل خالص، بالتالي البكتيريا دي لا هتقدر تتجمع ولا هتبدا تكون مع بعضها البايوفيلم. ده غير طبعا ان البكتيريا في الحاله دي هتبقى اضعف بكتير، وساعتها هتقدر الخلايا الطبيعيه او حتى المضاد الحيوي يوصل للبكتيريا ويقضي عليها. طيب ازاي هنوصل الكهرباء للجرح؟ اكيد يعني مش هنوصل الجرح بالفيشه، لا احنا هنحط ضماده فيها نوعين من المعادن. واحد من المعادن دي هو الفضه، واللي بيبقى ليه شحنات موجبه، والمعدن الثاني بيبقى الزنك، واللي بيبقى ليه شحنات سالبه. وبمجرد ما بتتحط على الجرح وبتتوصل بالدم او اي سائل تاني موجود جوه الجرح، المعادن دي على طول بتتنشط ويبدا يتكون ما بينهم تيار كهربي، واللي بيقضي على طبقه البايوفيلم. ده كمان ما بيسببش اي ضرر لاي خلايا تانيه من الجسم. والضماده دي كمان بيحط عليها مضاد حيوي علشان يكمل القضاء على البكتيريا. وان كانت دي بقى اهم ميزه للضمادات الكهربائيه، فخليني اقول لك ان لها مزايا تانيه كمان مهمه. فمن اهم مميزاتها واللي بتظهر في الاشخاص الاصحاء واللي البكتيريا عندهم ما بتكونش مقاومه خالص، ساعتها بتبدا تسرع الالتئام عن طريق ايه؟ انها مثلا بتنادلهم وبيبداوا يجوا على مكان الجرح بكميات كبيره جدا. طب ليه يا اسطى؟ اول حاجه بتبعت اشارات لكرات الدم البيضاء كانها مثلا بتنادلها، واللي بتقوم جايه على مكان الجرح بكميات كبيره جدا، فبالتالي ده بيدمر البكتيريا بطريقه اسرع زي ما احنا اتكلمنا في الاول في الالتهاب. تاني حاجه بقى بتبدا تحفز الاوعيه الدمويه اللي اتدمرت بسبب الجرح، فبالتالي الدم فيها هيزيد، وكل ما الدم زاد كل ما الخلايا زادت كل ما الالتئام سرعته بقت احسن. تقنيه الضمادات الكهربائيه دي تقنيه عظيمه جدا ولها اثار هايله ومحسوسه كمان. يكفي اننا نقول ان في جروح استمرت محاولات الاطباء فيها سنتين ويمكن 3 كمان في محاوله انها تلتئم بس او تخف شويه، بس للاسف المحاولات دي فشلت. وخليني اقول لك ان بعد 6 اسابيع بس من استخدام الضمادات الكهربائيه مع الجروح دي، الجروح دي تمثلت الشفاء تماما. التقنيه دي متاحه ومتوافق عليها من هيئه الغذاء والدواء، وخليني اقول لك ان الابحاث لسه مستمره عليها حتى الان
علشان نطلع منها باقصى استفاده في حاجات اخطر كمان من الجروح. وبس كده، دي كانت معلوماتنا النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف معلومات من دي كتير. انا كريم الشوافني، وي ار ذا ترامبس.